السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم أني وياكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم الفيديو طبخات متنوعة وأكيد حتجربونها لأنه كلش طيبات. بالبداية آه هذا الحلا كلش بسيط وسهل وبنفس الوقت طيب. استخدمت كريمة شانتيه وحليب وخفقتهن، وبعدين ضفت بسكت 2 كسرتهن بهذا الشكل وضفتهن باقيتين، وضفت هذا الجيمر من قاله كلش طيب وهمين خفقتهن، وهذا الشكل النهائي. وهسه نخليها بالثلاجة. طبعا إذا حبيتوا تزينونها فتطلع كلش حلوة، بس هي الطعم يجنن. وعندي هنا لحم مثروم سلقته وصفيته بهذا الشكل، وبصل وثوم وطماطة وفلفل خليتهن بمحضرة الطعام وخفقتهن بهذا الشكل. وهسه راح أبدي أضيف عليها البهارات، وأكيد حسب رغبتكم. أني هذي البهارات كلش أحبها، يعني هاي التشكيلة دائما أخليها، يعني أحبها، يعني إذا مرق هيج أشياء تطلع تجنن. بالبداية الماجي والصبغ وهذا زيت، وأكيد فلفل حار. طبعا أنا هذا مال الأندومي أبد ما أذبه، مخليه علبة، ودائما أخلي بيها الفلفل الحار مال الأندومي، لأن ما أخليه على الأندومي فأخليه على الطبخ. تمام بنات؟ وهذا كمون وخاشوقتين معجون بهذا الشكل، ورجعت خفقتهن أو خلطتهن حتى تتماسك كل المواد وتندمج. تمام. وهسه ضفتهن على اللحم لحد ما يحمسن حمسة مضبوطة. هنا دا أقلب بيهن حتى ينخلطن كل زين. طبعا بنات محضرت لكم فيديوهات كلش هواي، يعني تقريبا 50 فيديو أكثر هيج حدود، بس التفاعل صاير ما يسوى هسه أنشر، ف صعدوا الفيديوهات حتى أكثر لكم، صعدوا المشاهدات وأنا أكثر لكم فيديوهات. تمام. وشكرا لمتابعاتي القديمات. دائما من أغيب يعني يكتبون بالتعليقات أو يسألون علي يدخلون حساباتي، ف love you. هنا عندنا هذه الطبخة الثالثة بنات. هذا صدر دجاج، طبعا مجمد وأنا نقعت، يعني خليت المواد تنقع بيه، وش وقت ما حل عادي أقسمه وعادي أشويه. فغسلته، وهو أنا أصلا غاسلته وضامته، فهسه بس يجي غسلته وخليته بهذه الطاسة، وبديت أضيف عليه مثل ما تشوفون الليمون والزيت هاي بابريكا والخل وكمون وماجي، هذي ماجي و... وأكيد الفلفل حار. دائما بنات وانتو تطبخون خلوا فلفل حار، يعني حسب، يعني مو تكثرون أقولكم، يعني لا، خلوا كمية، يعني الطعم كلش طيب. هذا كمون ومعجون، طبعا بهذه الخلطة مال الأكل أو هاي التتبيلة، المعجون كلش ينطي طعم طيب. تمام. وهسه هذي الروبة، تقريبا 3 خواشيق روبة. وجربوها بنات وادعولي، لأنه كلش كلش طيبة. تمام. وإذا عندكم يعني
الأفخاذ، هذا الركبة مالتها تقصصونها وتخلون عليها هيج تتبيلة وتشوها، أو أو أجنحة تطلع رهيبة، لأنه شكلها يعني مو مثل هسه هذي باعوا ما مبينة، بس التتبيلة والله بنات كلش طيبة. بس إذا تريدون يعني شكل وكذا الأجنحة أو الركبة مال الأفخاذ راح تطلع شكلها كلش طيب، وهذي التتبيلة رهيبة جربوها. طبعا هذي البقع خليته، ولهنا يكون الفيديو خلاص، أشوفكم بالفيديوهات الجاية، مع السلامة.